جئنا لهذا اليوم لتوقيع مذكرة اتفاقية تعاون بين جامعة الموصل كلية الإدارة والاقتصاد وجامعة نولج كلية العلوم الإدارية والمالية بتخويل من السيد رئيس جامعة الموصل الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي المحترم للتعاون المشترك في مجال التدريس والإشراف وتبادل المصادر والبحوث العلمية وكذلك تبادل الزيارات العلمية. بصراحة اليوم نحن فخورين بالمستوى الراقي اللي وصلته جامعة نولج ومن توفير البنية التحتية والرصانة العلمية اللي تتمتع بهذه الجامعة. نتمنى أن يستمر العطاء والتعاون خدمة لبلدنا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأستاذ الدكتور ثائر أحمد سعدون السمان، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الموصل.